صباح الخير عزيزي المشاهد. يعني فلوج جديد. الساعة دلوقتي 10:30 تقريبا، يمكن صحينا متأخر شوية. Later. رايحين فين بقى يا معلم؟ إن شاء الله رايحين قلعة نزوة. رايحين قلعة نزوة، دي تقريبا الزيارة الأولى ليا لنزوة. هنروح القلعة، وفي برضو في سوق على حسب وصفهم هما. انا مرضتش اشوف الصور عشان محققش على نفس حاجة، بس في سوق يا اما بره حوالين القلعة يا اما جوه القلعة في مكان معين يعني. فاحنا هنروح الاتنين دول، نروح نشوف القلعة ونصور كل حاجة ونشوف السوق ده بيقول ايه كده. ممكن برضو نجيب كام حاجة كده ونبقى نتفرج عليها في اخر الفيديو زي ما عملنا المرة اللي فاتت في مطرح. ويعني بس كده عشان هما برضو عايزين نمشي يعني، يلا بينا. أهلا بيك عزيزي المشاهد في ولاية نزوة، عاصمة الثقافة الإسلامية زي ما بتتسمى. ولاية نزوة هي ولاية من ولايات محافظة الداخلية، وكانت هي عاصمة سلطنة عمان في عصور الإسلام الأولى. عشان كده استحقت لقب بيضة الإسلام، وده بسبب دورها المهم في العصر العباسي اللي ساهم في ازدهار ونهضة المنهج الإسلامي. خلونا بقى نتكلم عن سوق نزوة شوية، واحد من أشهر الأسواق التقليدية والشعبية في سلطنة عمان. مش نزوة بس، السوق مليان كل أنواع الحرف التقليدية المحلية زي مختلف أنواع الفخاريات. ومن الحاجات المميزة للسوق هو إن كل المحلات اللي فيه بيديرها أصحاب الحرف نفسهم، كلهم من أبناء الولاية اللي مهتمين بتنشيط الحركة التجارية في نزوة. ده غير طبعا صناعة الخناجر والفضيات والمشغولات اليدوية المختلفة.
وبذكريات سوق مطرح لقيت عنده عملات قديمة كمان معروضة للبيع. تعالوا بقى نشوف القلعة نفسها. في طريقنا للقلعة لقيت محلات برضو بتبيع مشغولات الخوص اللي عمان مشهورة بيها. أما بقى لو روحنا على قلعة نزوة هتلاقي موجود قصادها على طول مجسم الخنجر العماني المميز ده. أما عن تاريخ القلعة فهي اتبنت على إيد الإمام سلطان بن سيف بن مالك الثاني اليعربي بعد ما حرر أرضه من السيطرة البرتغالية، فبنى القلعة عشان تكون مقر إقامته وعشان تكون إعلان رسمي على حكم اليعاربة للأراضي العمانية. واتبنت القلعة في الفترة ما بين سنة 1649 لسنة 1679، ودي فترة حكم الإمام سلطان بن سيف، واستغرق بناء القلعة 12 سنة. أما بقى لما تدخل هتلاقي نقوش جدارية تاريخها من 60 ل 100 سنة، واللي عملها هم سكان القلعة نفسهم، وبتعكس استخدام الإنسان العماني للحيوان في الزراعة وكمان مهاراته في الفروسية. القلعة من بره مليانة تفاصيل مميزة وجميلة جدا، ده غير الآبار اللي موجودة في كل مكان. لو دخلنا القلعة نفسها بقى جنب الباب ده هتلاقي يافطة بيطلب منك انك تبص لتحت. في الاول انا ما كنتش فاهم بصراحة لحد ما لقيت اليافطة دي اللي بتقول ان دي مصايد فخية عبارة عن الواح خشبية عشان تقدر تتصدى لأي عدو بيحاول يقتحم القلعة. مساء الخير عزيزي المشاهد. الجو حر نار. بص انا وصلنا 12 الظهر واحدة، فالجو حر بس مش مشكلة، القلعة كبيرة جدا فعشان كده ممكن مبقاش استنى في حتة كده مبقاش عارف اصور نفسي على قد ما انا عايز اصورلك المكان اللي انا قاعد فيه. بص كده على الفيو من هنا. قلعة الشهباء واحدة من أقدم قلاع عمان، بتتميز بشكلها الدائري، ارتفاعها 24 متر وقطرها الخارجي 43 متر وقطرها الداخلي 36 متر. تقدر تطلع لأعلى نقطة في القلعة عن طريق السلالم دي، وهتلاقي المدافع موجودة على امتداد 360 درجة حواليك.
كنت مبسوط لما شفت غرف العساكر اللي طبيعي تبقى قريبة من المدافع بتاعة القلعة. بس انا بصراحة كنت مبسوط عشان دي اول حتة ظل تقابلني، على قد ما الجو كان حر بس كنت مبسوط بصراحة. حلو قوي كده، شفنا القلعة. خلينا نشوف بقى الحصون والحاجات اللي جواها. مكان كبير، انا مبهور ومبسوط، بتاع عظيم والله بجد. بس شايف البيبان، مفيش انش هنا مفيهوش تفصيلة حلوة. بس اللي ورا ده اللي احنا كنا فيه ان شاء الله. ده يلا بينا. كنت مقلق ادوس على الازاز بصراحة. المهم لقيت الجمال ده بمجرد خروج من مبنى القلعة الاساسي. دي الملابس العمانية النسائية. طبعا شكرا على استقبالهم اللي كان جميل جدا بصراحة، وشكرا على ترحيبكم بالتصوير وفرحتكم وانبساطكم ان انا كنت بصور. بعتذر لو فصلتك عزيزي المشاهد، بس الفيديو طلع ضخم، وزي ما انت شايف الفيديو طلع معايا حوالي نص ساعة، فللأسف هضطر اقسمه على جزئين. فاستنى الجزء التاني لان هنشوف فيه تفاصيل كتيرة جدا زي باقي غرف القلعة مثلا. فتلاقي ان فيها غرف كتير جدا، كل غرفة ليها شكل مختلف. وليه بالتحديد نزوة هي اللي اتسمت بعاصمة الحضارة الإسلامية، ومين هم ال5 شخصيات العمانية اللي كانوا ضمن برنامج اليونسكو، وحاجات تانية كتير هتشوفها في الجزء التاني ان شاء الله. فتأكد انك تتفرج عليه. شكرا جدا عزيزي المشاهد لو كنت وصلت لهنا. اتمنى لك يوم جميل. كان معاك عبد الرحمن، ومع السلامة.